بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأصدقاء المشاهدين، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن حاجة أعتقد تهمنا كلنا، وده برضه بناء على رغبة الإخوة الزملاء اللي كلموني. إيه الحاجات اللي ممكن أتوقعها أسئلة تيجي في الانترفيو؟ إيه الأسئلة المتوقعة في الانترفيو؟ هم عملوا بحث كده من 20,000 واحد، جمعوهم بتوع الاتش ار والناس المسؤولين التوظيف وكده، فلقوا إن في 15 سؤال أساسية بيتسأل فيها الناس دايما. هم ال 15 سؤال دول هحاول النهارده كده في الفيديو هكلمك ال 15 سؤال دول، واديك على قد ما اقدر الاجابات اللي تناسبك انت. في اجابات ممكن ما تناسبكش، بس غالبا في الاغلب الاعم يعني هنتكلم في موضوع الاجابات دي اللي هي ايه المثاليه او المناسبه. تمام. اول حاجه هيتسال سؤال يقول لك انا ليه لازم اعينك انت؟ يعني ليه اعينك وما اعينش غيرك؟ انت ايه اللي بيميزك عن غيرك؟ وهنا السؤال ده ممكن تجاوب عليه تقول له انا يعني هكثف خبراتي الوظيفيه واسخرها في الشركه بتاعتكم واستغل خبراتي واقدر ان انا اكون اضافه للفريق العمل. تاني حاجه هيقول لك ايه السبب وراء ترك اخر وظيفه؟ انت كنت شغال فين وسبتها ليه؟ دايما هتسأل السؤال ده، وارجوك ما تجاوبش بشكل سلبي. يعني ما تقولش والله الشركه دي كانت وحشه وكان فيها كذا ومديرينك كذا والوضع كذا، لان ده هيأثر جدا على تكوينك كشخصيه، تقييمك كشخص. يقول لك يعني الراجل ده ممكن يقول لك انه بيتكلم وحش، ما عندوش لويالتي، ما عندوش اخلاص او كذا او كذا، ممكن تفهم غلط يعني. تالت حاجه ممكن تكون انت بقالك فتره ما بتشتغلش، يقول لك انت كنت عاطل عن العمل الفتره من كذا لكذا، يعني بقالك مثلا 6 شهور ما بتشتغلش ليه؟ والاجابه المثاليه والله انا كنت بشتغل على نفسي اكتر واطور من نفسي، وكنت باخد كورسات اداره او لانجوج او لغات يعني او كده، او كنت باسس مشروع خاص ليا. وده بيحصل على فكره احيانا كتير، بس احنا اوقات بننسى ان احنا نجاوب الاجابه دي. فدي مهمه قوي انك تقول لا انا كنت ما بشتغلش لان انا كنت بشتغل على نفسي ومهتم ان انا اطور من نفسي الفتره دي. رابع حاجه يسالك دايما السؤال المتوقع، ازاي تقدر تشتغل تحت ضغط؟ هل تقدر تشتغل تحت ضغط؟ اقدر اشتغل تحت ضغط. احنا مش موضوع اصله بالترتيب. ايوه اشتغل ان انا بادي المهام بتاعتي، بقسم المهام بتاعتي وبقسم يومي وبعمل تايم مانجمنت كويس قوي، واقدر ان انا اقول ايه الاهم فالمهم، واقدر اشتغل طبقا للنظريه دي الاهم فالمهم. تمام. السؤال الخامس يقول لك ايه هي توقعاتك من العمل؟ توقعاتك من الشركه بتاعتي دي. هقول ان توقعاتي ان الشركه دي هتضيف لي خبرات الوظيفيه، خبره جديده، وده قد يكون مجال ما اشتغلتش فيه كتير. يعني مثلا انت اشتغلت كاجوال دايننج، ده فاست فود، ممكن تكون حاجه نفس المجال بس مختلفه شويه، فتضيف لخبراتك الوظيفيه تنوع اكتر. تمام. سادس سؤال بيقول لك يعني ايه اسلوب الاداره بتاعك؟ انت بتعتمد ايه في الاداره؟ زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات الاداره، انا بعتمد ان انا اكون بالانسد مانجر، اكون مدير متوازن، ولا اجعل الشركه في مقابل موظف، ولا اجعل الموظف في مقابل الشركه. بحاول اكون متعاون مع الجميع واحقق المطلوب مني في عملي، احقق الاهداف المطلوبه مني المرسومه لي بالظبط. سابع سؤال، هل انت جيد في العمل الجماعي؟ انت بتعرف تشتغل يعني تيم وورك؟ طبعا، لان احنا كل واحد فينا هو جزء من منظومه صغيره. مفيش حاجه اسمها واحد بيعمل كل حاجه لوحده، مفيش مدير شاطر بيعمل كل حاجه لوحده. لازم يكون معاه فريق عمل منتج ناجح مدرب موجه بشكل مظبوط، وكله بينجز العمل مع بعضه. تمام. تامن سؤال، ايه اللي يزعجك في زملاء العمل؟ لا انا ما يزعجنيش في زملاء العمل اي حاجه، طالما انا بعمل شغلي المطلوب مني وهم بيعملوا المطلوب منهم. كل واحد زي ما قلنا ترس في ماكينه كبيره قوي، وكل ترس مهم في مكانه. انا ما فيش حاجه تزعجني من زملاء العمل يعني، طالما انا بشتغل وفي حالي وبأدي المطلوب مني. تاسع سؤال، تفتكر تتوقع قد ايه هتشتغل معانا؟ يعني حتى دي السؤال ده انا اتسال زمان قوي في اول حياتي العمليه، لان هم عايزين يشوفوا انت عامل نفسك بلان ايه، انت هتشتغل معانا قد ايه، لمده قد ايه، تفتكر انك انت هتقعد معانا قد ايه؟ وبالذات لو انت مسافر برضه بره مصر او كده، يقول لك انت هتقعد معانا قد ايه. شوفوا انت هتقعد معانا فتره طويله، سنتين 3. واوقات يسالك سؤال بشكل مختلف، انت متجوز او خاطب؟ طب ايه انت مستعد تسيب اهلك الفتره دي وتسافر وكده؟ دي بيشوف انت بلان بتاعتك لنفسك قد ايه. والله انت ممكن تقول له طالما انا مرتاح في الشغل بتاعي انا موجود فيه، وطالما انا مهيئ نفسيا ان انا اكمل معاكم انا ما عنديش مشكله، على قد ما ربنا يديني صحه وقوه انا هشتغل ان شاء الله واخلص في عملي. السؤال العاشر، ده بقى بيتسال كتير جدا، سؤال كومن يعني، يقول لك انت هتشوف نفسك امتى بعد 5 سنين؟ انا بعد 5 سنين اشوف نفسي ان شاء الله اديت المطلوب مني، واكون بستعد لبوزيشن جديد في الاداره، ان انا اكبر من نفسي. وده طبعا هيتوقف على الشركه هتقيمني ازاي،
وانا اكون مقيم نفسي ازاي؟ لان طبعا تقييم الشركه ليك اهم من تقييمك لنفسك. السؤال 11 هيقول لك انت بتعتبر نفسك شخص ناجح؟ طبعا بعتبر نفسي شخص ناجح. لازم عندك الثقه في نفسك، تقول والله انا في حاجات انجزتها على المستوى الشخصي كذا وكذا وكذا، وانا بدات المهنه من كذا. ممكن تكون بادئ من صغير زي حالتي كده مثلا، كلنا كنا بادئين صغيرين قوي، وبعد كده ربنا بيكرمنا وبنكبر وبنوفق في مجالنا يعني. ده سؤال موضوع انك تعتبر نفسك ناجح. سؤال اسالك ايه هي نقاط ضعفك؟ نقطه ضعفك ايه؟ ما تقولش بقى انا مشكلتي ان انا طيب وغلبان وبعد كده بتخدع في الناس، دي اجابه عاطفيه ما ينفعش. لازم تقول لو انت كان عندك نقطه ضعف شايف نفسك فيها مثلا حاجه معينه قولها بصراحه، ولكن الاجابه المثاليه انا كان عندي قصور في ادائي، لكن انا اشتغلت على الحاجات دي وبدات اطور من نفسي لحد ما بقاش عندي مشكله ان انا حاسس ان عندي نقطه ضعف في حاجه معينه يعني. تمام. نفس السؤال اللي هتتسال يقول لك ايه نقاط القوه بتاعتك؟ ايه هي نقاط القوه؟ والله نقاط القوه بتاعتي ان انا في دي بقى تجاوب انجازاتك، انت عملت ايه التحديات اللي واجهتك وانت عملتها. يعني مثلا اشتغلت في مطعم وكان مبيعاته قليله جدا ومبيعاته نازله، وانا حولته من مطعم بيخسر الى مطعم على الاقل ماشي على الليفل، يعني بيكيت او يعني ما فيش فيه خسائر او حققت ربحيه معينه. لكن برضه خليك اونست وخليك امين يعني في كلامك، لان انت مش معقول واحد هتقول مسكت مطعم بيخسر خلال شهر واحد خليته مطعم بيكسب واعلى مبيعات في الشركه. لا يعني خليك منطقي في اجاباتك عشان اللي قدامك بس ايه ما يقلقش من اجاباتك ويفكر انها اجابات مش منطقيه. تمام. هيقول لك السؤال 14 ايه المنصب اللي تفضله في فريق العمل؟ والله المنصب اللي افضله في فريق العمل هو المكان اللي انا اقدر ادي فيه واحس بوجودي فيه. مش مهم المنصب، المهم الاداء بتاعي، المهم الرحله بتاعتي، المهم الهدف بتاعي انا مشيت عليه صح ولا لا، انا شغال فيه على التراك مظبوط ولا لا. اخر سؤال هو سؤال 15، ده سؤال مهم جدا جدا جدا. هيقول لك انت عندك اسئله عايز تسال على حاجه؟ اكبر مشكله انك ما تسالش، لا اسال، دي فرصه ذهبيه انك تسال الشركه كم فرع، البوزيشنز فيها ماشيه ازاي، مواقعكم فين، ارباحكم ايه، لو انت طبعا مش عارف الحاجات دي من خلال الاعلان الوظيفي. مواقع الشركه فين، ايه خطتكم، ايه خطه عملكم، انا هبقى موجود فين، انا ايه المطلوب مني بالظبط. فاهم ازاي؟ فكل ما انت بتسال طول ما انت بتعرف، يعني كل ما تسال كل ما تعرف، بس برضه ما تبقاش برضه ايه يعني لحوح وتسال اسئله كتير، سؤالين ثلاثه او سؤال ينم عن انك انت ايه مهتم بالموضوع. تمام. دول 15 سؤال اللي احنا اتكلمنا فيهم النهارده على الانترفيو اللي دايما بيتسال الناس فيهم في الانترفيو. تحياتي ليكم واشوفكم على خير ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير ولايك، وتحت امركم في اي اسئله. شكرا، مع السلامه، بالتوفيق.